عم فكر اصبغ شعري اليوم، شو رايكم؟ صار لي اسبوعين بدي اصبغ شعري على يوم وبكره، بس لا على شكلي اليوم حاصبغها. بس ما حاصبغها كلها، طبعا لون اسود حاصبغها نفس لون شعري بس من قدام. انتو شايفين قدام شعري خفيف، وشوفوا اللون. ما بحب هذا اللون، مع اني ناس بتحبها هيك بتبين على الشقار وعلى لون بشرتي برونزي، حنطية انا طبعا، فبتطلع حلو بالصيف، بس انا ما بحب، بحس اللون نوري. شو اكتر شي بتشوفوه بالستوريات عندي او عند غيري بيعطيكم طاقة حلوة وانرجي وثقة؟ خبروني. بتحبوا تشوفوا مثلا بشكل عام، يعني انتوا بتشوفوا ستوريات العالم، اكلات الصحية، بتشوفوا وحدة عم تعمل رياضة، ولا بتحبوا هيك تشوفوا الناس هنا عم يحكوا سوالف؟ اكيد هيك نحن الناس فضولين وبنحب العين بتحب تشوف جمال واشياء حلوة، فاكيد انتوا بتحبوا هيك تشوفوا ستوريات العالم، شكل حلو، صحن اكل مرتب، بتحبوا تشوفوا. خبروني انتوا ايش، شو يعني شو يوم بتشوفوا ستوريات او بتتابعوا حدا بيجذبكم؟ خبروني. اوكي، اهتمامك بنفسك، شعرك، جسمك حلو كتير، وكمان ثقتك بنفسك بنتعلم منك القوة والثقة وما يهمك الناس ابدا. هلا اذا هذا الكلام الي ثانك يو، اكيد هذا الشيء. اما مثلا كغيري مثلا انا بحب اشوف الناس اللي ما بيهتموا لكلام الناس، اللي ستورياتهم حلوة، بيحطوا لنا قصص هيك طيبة لذيذة، من كان أكل، نصائح، مواضيع مختلفة متنوعة. أنا بحاول إني ركز بكل مرة بموضوع جديد، أنا جاية كل مرة قصة جديدة، شي بحكي مواضيع، شي بتخانق مع حدا بالستوريات السناب، لأن السناب هيك يوميات وعفوية وأي شي فيك إنه تصور، فهذا الشي اللي بحبه بالسناب. احيانا بتخانق مع العالم بالسناب هيك يعني، فاحلى شيء التنوع عندي. حتى بالتيك توك فيديوهات اللي بصور عليها، لو تشوفوا تقلبوا بالفيديوهات كل صوت انا مصورة على الاصوات مختلفة، فلازم التنوع، حلو هذا الشيء. وفعلا انا في ناس اتابعهم لانه محتواهم حلو يعجبني وفيها اختلافات كتير. شوفوا شايفين شعري صح قبل وبعد كيف حيصير؟ هيدا الصبغة 1-0 سياء أسود يعني. بدنا هيك شي شغلة لنعمل فيها. موجود في هيدا علبة، ما بيزبط فرح نصبغ شعري. هيدا بنجيب لك هيك لون اسود. على فكرة انا صبغت زمان شعري اشقر، ما لبق لي، ما بعرف هلا في ناس بيقولوا بيلبق لي اشقر، صرت هيك يعني. انا مو لون عيوني فاتحين، ف شوي لبق لي، بس انا ما اقتنعت فيه لانه بيكبر الواحد شكل الواحد، فما حبيت كتير. شوفوا شوفوا شوفوا، غيرت بلوزتي هاي، شو اسمها؟ اكسجين، ما اكسجين. يلا هاي فرشاي مو لازمني، فرشاي اسنان.
يما صح نسيانة انه هاي بيساوي الايد اسود. نسيانة نعمل كده، نفتح هاي شو اسمها بالعربي، كيف تنفتح هاي؟ احيانا بفتح اللايفات على تيك توك، فاللي مش متابعني على تيك توك يروح يتابعني على تيك توك ويوتيوب. بس تيك توك مشكلة كل شوي بيحذروا الواحد. خليني نشط شعري. أنا رح ركز على قدام من شعري من قدام. حس في شي ناقص، بس ايش هو ما فهمت. يما شو ريحتها قوية، شو قوية. ريحتها كتير قوية. ما بقولكن شعري بني كستني. شو نحط حنة اسود احسن شي مشان ما فهمت شوي. فهمت انه في حنة اسود اول مرة اسمع، لكن بعرف انه في حنة غير لون، بس لون برتقالي بتذكر هيك، اما اسود اول مرة اسمع فيها. والله ما عندي فكرة. شو رايكم باللون؟ حلو صح؟ حبيت. هي نفس اللون بس صار اغمق يعني على اساس حبيت. شايفين قد ايه بيطلع حلو على لون عيوني؟ مع المكياج وبدون فلتر بيطلع احلى. صباح يا حلوين، مع رياضة والاجواء حلوة. يا جماعة انا ما بحب الصيف، في شي قرصني من هون شوفوا، وانا عم بمشي بالحديقة شلون وايدي حساسة، شلون بصير احمر، بس حك حالي بصير احمر. حسيت هيك بعدت شغلي، كان في شغلة على كتفي، بس ايش هو معقول نحل ايش في فترة حشرات، ما بحب الحشرات.